أصدقائي، أهلا وسهلا بكم أعزائي. أولا اللي حصل في ماتش سان داونز والأهلي تخطى العيب كتير قوي، سواء لعيبة أو جهاز إداري أو جهاز فني أو حتى الإدارة. لما الأهلي بيفوز بنشيد باللعيبة وبنشيد بالمدرب وبنشيد بالجهاز كله، جهاز التدريب كله، وبنشيد بمجلس الإدارة، وما بنسيبش حاجة وبنقف ورا الفريق بشكل مش موجود في أي جماهير تانية. النادي الأهلي الفترة الأخيرة تجاوز كل الخطوط وتجاوز كل الحدود. اللعيبة بين عليها الخوف والرعب قبل ما يبدأوا المباراة. لعيبة كتير قوي من اللي بتمثل النادي الأهلي وخصوصا في المباريات الأخيرة معرفش ايه المعيار اللي تم اختيار اللعيبة ده عليه، معرفش ايه القصة ان اللعيبة دي بهذا الشكل. ولو تشوف كولر قبل المباراة في المؤتمر الصحفي وانه باين الخوف والرعب، وانه ما عملش حساب ان ازاي ما يدخلش فيه اهداف، وان ازاي لو استقبل اهداف يسجل. كل القصص دي مش شايفينها في المباريات الاخيرة. حتى لو تفتكروا يوم مباراة الداخلية والتعادل السخيف اللي بطعم الهزيمة، لا، اللاعيبه تخطت الحدود. في لاعيبه كتير قوي من اللاعيبه الموجودين حاليا في النادي الاهلي ما ينفعوش يمثلوا النادي الاهلي. في لاعيبه كتير قوي حرام انها تاخد مباريات بالكامل، ولكن لابد من التصحيح ولابد من وقفه من الاداره ولابد من وقفه من الجميع، لان الجميع يتحمل المسؤوليه للمره الثانيه. سان داونز يفوز على النادي الاهلي ب5 للمره الثانيه، حاجه زي ما قلت لكم تخطت حاجه الحدود، حاجه ما كناش متخيلينها كلنا. يعني انا واحد من الناس كنت متخيل النادي الاهلي هيتغلب 1-0 هيتعادل، والتعادل طبعا كان مازال مخلي نسبة الصعود عالية. ولكن دلوقتي للأسف الشديد صعود النادي الأهلي بعد ربنا في ايد سان داونز. للأسف إن احنا بنتحط في مواقف غريبة جدا. للأسف إن احنا في مباريات غريبة، يعني في مباريات بتروح مننا بطريقة غريبة جدا. للأسف إن الدفاع فاضي خاوي، يعني أقصد ليه تخطى الفكر الكروي داخل النادي الأهلي حدود العيوب وحدود العيوب. لابد من التصحيح وبسرعة. يعني النهاردة الكل بيتكلم عن النادي الأهلي، والنهاردة ايه اللي بيحصل؟ وليه تاخد 5؟ ده سان داونز دفاعها فاضي، دفاع سان داونز فاضي. ده اللي حصل من اللعيبه وعدم الروح. مفيش روح عند اللعيبه. معظم اللعيبه، عشان ما اقولش كل اللعيبه، معظم اللعيبه ما عندهاش الروح القتاليه بتاعه النادي الاهلي. معظم اللعيبه اتعودت على الهزيمه خلاص. معظم لاعيبه النادي الاهلي خلاص متعوده على الهزيمه. اللي جماهير النادي الاهلي لا تتقبل اي هزيمه من اي نوع. حتى لو انت بتحصل على البطوله وعندك ماتش يعني تحصيل حاصل، ما بيحبوش يتغلبوا. لابد من تدخل رئيس مجلس الاداره، ولابد، وانا عرفت وعلمت ان في عقوبات خصم 250 الف جنيه من كل لاعب، وفي حالة عدم الصعود هيتخفض 25% من كل عقد. احنا مش عايزين كده. في لعيبة كتير ما ينفعش تمثل النادي الاهلي.
ان شاء الله باذن الله يا رب. وبندعي ربنا ان سان داونز ما يحاولش يزيح النادي الاهلي من البطوله بتعادله او بهزيمته من الهلال السوداني، لان هو الماتش الاخير له 3 نقط 13 نقطه، يعني هو كده كده هيطلع المركز الاول، سواء اتغلب من الهلال السوداني او ما اتغلبش هيبقى في المركز الاول، لانه هو اكيد بالتاكيد بالنظام وباللاعيبه والحماس اللي بداخلها وقوه لعيبه سان داونز تقدر تفوز على قوه الكاميرون، وكمان الماتش عندهم يا رب. وان شاء الله باذن الله يتم تصحيح الاوضاع، واشكركم جدا والسلام عليكم.